يا أهلاً يا ولاد يا حلوين. أنا جدكم حكيم، وجيت لكم النهاردة بحكاية جديدة فيها حكمة هتخلي قلوبكم منورة. يلا نقعد حواليا ونسمع الحكاية مع بعض. كان يا مكان في قرية صغيرة جميلة، كان فيه ولد اسمه سالم. سالم كان ذكي وشاطر، لكن كان عنده عادة مش حلوة، ما كانش بيحب ياكل الأكل الصحي. كان طول الوقت يقول: مش عاوز خضار، عاوز شوكولاتة وبس. مامته كانت تقلق عليه وتقول له: يا سالم، جسمك محتاج الأكل المفيد عشان تكبر وتبقى قوي. لكن سالم ما كانش بيسمع الكلام. في يوم هو نايم حلم إنه دخل حديقة سحرية كلها شجر فاكهة وخضار لونه أخضر ومنور. فجأة طلعت له جزرة كبيرة وقالت: يا سالم، لو كلتنا هتلاقينا بنقوي جسمك وبنخلي عقلك يشتغل بسرعة. بعدها ظهرت بروكلي صغيرة وقالت بصوت رقيق: وإحنا يا سالم بنحميك من الأمراض وبتخلي جسمك قوي زي الأبطال. سالم سألهم: طيب والحلويات؟ ظهرت كيكة ضخمة وقالت بصوت متعب: أنا طعم حلو بس بخلي جسمك يتعب لو كلتني كتير. سالم حس إنه تعلم درس مهم. لما صحي الصبح جري على المطبخ وقال: ماما، أنا عاوز فطار صحي وهاكل خضار وفاكهة. فرحت مامته وقالت: برافو يا سالم، كده حتفضل قوي وصحي وطويل العمر. ومن يومها بقى سالم ياكل الأكل المفيد وياكل حاجة حلوة، بس كل فترة مش كل يوم. يا ولاد، لازم تاكلوا أكلاتكم المفيدة وتبعدوا عن الحلويات المضرة عشان جسمكم يبقى قوي زي الأبطال. وخلصت حكايتنا يا ولاد. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل الحكايات الجديدة. أنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم من قلبي.